بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هناخد معجزة جميلة جدا حصلت، وإزاي إنسان ظهر له رب المجد يسوع المسيح وقال له كفاياك سنين في العجز، قوم من على الكرسي واجري ساعد أبونا لأنه بيعمل القربان لوحده. أنت قاعد هنا وسايب أبونا لوحده. وحصل أمر عجيب جدا بعدها. لمسة النعمة لما بتلمس أي حد بيصلي بإيمان بيبقى المعجزة قوية جدا، زي ما هنشوف في فيديو النهاردة ومعجزة اليوم. لكن في البداية حابة أقول لحضراتكم، لو حابين تسمعوا معجزات وأخبار للكنيسة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل، علشان دايما يوصل لكم إشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها القناة. ولو فيديو النهاردة استفدتوا منه روحيا فما تنسوش تفيدوا غيركم بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو، الكل يوصل له وياخد بركة ويانا. أما دلوقت تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل معجزة النهاردة من أولها. كان في خادم محبوب جدا وقريب جدا من ربنا، والناس انتخبوه ان هو يترسم شماس. وبعد فترة فعلا الأب الأسقف وافق ورشبه شماس. بعد الرسامة على طول بيروح الأب الكاهن لأي دير من الأديرة عشان يتعلم طقوس رفع القداس بالكامل، يبقى حافظها قبل ما ينزل يخدم. بيقعد في الدير مدة 40 يوم. في ال40 يوم دولت بيتسلم الذبيحة من أب كاهن مسؤول عن تعليم الكهنة الجداد، وبيبقى أب كاهن راهب يعني. فأبونا اترسم باسم أبونا بولا، وهو كان قريب من دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس اللي موجودين في البحر الأحمر. فراح عشان يقضي ال40 يوم في الدير ويتسلم الذبيحة والخدمة كاملة. لما راح كان في أب راهب مسؤول عنه، وكان معاه أب كاهن كمان اسمه أبونا أنطونيوس. فكان أبونا بيعلمهم هما الاتنين ازاي يقدموا الذبيحة والأسرار المقدسة، ووقت القداس يعملوا ايه من أول القداس لحد صرف ملاك الذبيحة. يعتبر كانوا بيعملوا يوم ويوم قداس علشان يتعلموا يعملوا القداس كامل يعني. وابونا اللي كان بيعلمهم ابونا الراهب كان يحب القداسات جدا ويعشقها لدرجة انه كان بيعمل يوميا قداس. واخر اليوم كان يقعد معاهم، لو في عندهم اي اسئلة كان يجاوبهم عليها، وكان يقول لهم اسألوا على اي حاجة انتوا عايزين تعرفوها عشان لما تخرجوا للشعب تبقوا على دراية بكل شيء في الكنيسة. طبعا انتوا دارسين اكليريكية عارفين العقيدة والكلام ده كله، لكن انا بكلمكم على الاسئلة اللي تيجي في دماغكم تانية يعني. فكانوا يسألوا على اي حاجة عايزينها. فابونا بولا قال له يا ابويا ترشدني بايه وتنصحني بايه امشي بيه طول حياتي في الكهنوت. قال له يا ابني اللي ارشدك بيه وانصحك بيه انك ما يعديش عليك يوم الا وتعمل فيه قداس، لانك انت بتفرح ملاك الذبيحة وكتر القداسات تقربك من ربنا. فقال له حاضر. قال له ويأذرك ملاك الذبيحة ويبقى دايما وياك وتشوف العجايب في حياتك. خد الكلمتين دولت وحفظهم جوه قلبه. وبعد ال40 يوم ما عدوا بدأ ينزل كنيسته ويخدم ويعمل فعلا يوميا قداس، رغم انه ما كانش فيه ولا شعب بيحضر يوميا. مين فاضي كل يوم؟ كل واحد شغال واللي عامل، فكله كان بيتحجج. لكن ابونا ما كانش يتضايق وكان يعمل القداس. ما كانش فيه معاه غير واحد بس شماس، والواحد ده على كرسي متحرك مشلول بقاله سنين طويلة. وكان بيحضر مع ابونا، هو اللي بيرد وهو اللي بيعمل كل حاجة. فبعد فترة كده شهر ولا 2 القربني اتضايق جدا وبدأ يتخنق. وراح لابونا قال له ابونا بولا، قال له نعم يا حبيبي. قال له بص بقى انا راجل كبير وصحتي على قدي. قال له طب عاوز ايه بس؟ قال له انا مش كل يوم هعمل قربان وحمل، انا مش قادر على كل ده.
انا راجل على قدي خالص، صحتي على قدي. قال له طب عاوز ايه؟ قال له انا ماليش دعوة بالقداسات اللي انت عايز تعملها زيادة، انا هعمل لك القربان في القداسات الرسمية الحد والاربع والجمعة، غير كده ماليش دعوة، شوف حد تاني يعملها. قال له يا ابني احنا بنفرح ملاك الذبيحة، وربنا كده يفرح بينا ان احنا نعمل قداسات يوميا. قال له يا ابونا على عيني وراسي، بس انا صحتي على قدي، ماليش دعوة غير بالقداسات الرسمية، غير كده ما تسألنيش على قربان ولا حمل. قال له خلاص يا ابني روح، ربنا معاك. قال له سامحني يا ابونا. قال له ربنا يحلك يا ابني، روح. قال له يعني انت يا ابونا يعني هو في حد بيحضر القداس؟ قال له يا ابني حتى لو ما فيش حد بيحضر ادي الملائكة بتكون موجودة حوالين المذبح. قال له هو ما فيش غير واحد بس باسم اللي بيحضر معاك ده، وعشان انسان مشلول ما فيش وراه لا حاجة ولا محتاجة، ده لو انسان طبيعي وبيمشي زينا مش هيجي ولا يحضر معاك يوميا بالطريقة دي. قال له خلاص يا ابني، مش قلت اللي انت عايزه؟ روح يا ابني بقى ربنا يباركك خلاص. فمشى. ابونا قعد يقول وبعدين برضه هعمل قداس كل يوم، ولو حكم ان انا اللي اعمل القربان لوحدي كل يوم. وبدأ ابونا يعمل فعلا هو في الاوقات التانية القربان لوحده، ويقوم الصبح يعمل القداس ومعاه باسم اللي هو على كرسي متحرك. في مرة من الأيام كان الحد بتاع المخلوع، وكان باسم واقف عمال يقرا هو القداس، مش يعني قاعد على الكرسي بيقرا هو الإنجيل بتاع المخلع، وكان بيقول الإنجيل وهو بدموعه بيبكي. لما حتة ربنا قال له قم وخذ سريرك وامشي، قعد يبكي كتير جدا. أبونا كان حاسس بيه وطبطب عليه. وبعد ما خلص القداس باسم ده راح على جنب في الكنيسة بالليل بقى، وقعد يقول لربنا يا رب انا بخدمك يوميا مع ابونا بولا، انا بس يا رب طالب الشفاء علشان اقدر اخدم مع ابونا كويس. انا هنا على الكرسي ده مش عارف اتحرك، مش عارف ادخل المسبح جوه، مش عارف اعمل اي حاجة، مش قادر اساعد ابونا في اي شيء. يا رب بس انا بقول لك اتحنن عليا وقومني من على الكرسي، ووعد مني ان افضل خادم ليك في الكنيسة دي طول حياتي. وقعد يبكي ببكاء ويكلم ربنا بحرقة، ويقول له يا رب انت قادر على كل شيء، انت اللي شفيت المخلع وانت اللي شفيت المفلوج، يا رب اشفيني انا كمان وقومني من على الكرسي. وفضل يبكي ويتكلم مع ربنا بحرارة وبإيمان. ووسط ما هو بيبكي ويتكلم مع ربنا، فلقى نور قوي جدا، وظهر ليه رب المجد يسوع المسيح وقال له يا باسم يا ابني. قال له نعم يا رب، نعم يا رب. قال له كفاك يا ابني سنين عجز قاعد على الكرسي، انت قاعد هنا وسايب ابونا بولا بيعمل القربان وحده جوه، ادخل ساعد ابونا بولا وقوم من على الكرسي دوت، كفاية عليك قوي كده. بقى مش مصدق نفسه، يقول له اقوم اقوم يا رب. قال له قوم. قام فعلا لقى نفسه بيقوم ويتحرك وتشددت رجليه وبقى يمشي طبيعي. جري على بيت لحم اللي هو البيت اللي بيعملوا فيه القربان، لقى ابونا واقف عمال يعمل القربان. قرب على ابونا قال له ايه ده اسم الصليب يا باسم انت بتمشي على رجليك؟ قال له رب المجد جالي وقال لي كفايه سنين عجز قوم ساعد ابونا سايبه بيعمل القربان لوحده. انا من النهارده يا ابونا خدام للكنيسه ديت، انا خدام ربنا ومعاك في اي وقت يا ابونا، اذا عوزتني اروح معاك افتقاد همشي على رجلي، مش هتسحبني بالكرسي زي الاول، هدخل الهيكل يا ابونا هصلي معاك، هبقى معاك ماشي في الدورة بدون كرسي يا ابونا. فابونا طبعا كان مبسوط جدا من كتر خدمته. حصلت المعجزة زي ما ابونا الراهب قال له، كتر المعجزات هيوريك العجايب يا ابونا، كتر القداسات قصدي هيوريك العجايب يا ابونا. وفعلا بدأ يخدم بس مع أبونا بحرارة، وبدأت الناس تعرف الكنيسة ويفتقد أبونا الناس، وبدأت تيجي الناس كتير للكنيسة. وفضل أبونا بولا وهذا الشماس يعملوا قداسات يوميا يفرحوا بيها ربنا وملاك الذبيحة. لو كنت محتاجين حاجة روحوا القداس،
ده المكان اللي بابا كرولوس بيقول ده الوقت اللي بتبقى فيه السماء مفتوحة. اطلبوا بإيمان اللي انتوا عايزينه وتشفعوا بالعذراء والقديسين وملاك الذبيحة. وهو صاعد أبونا بيصرفه في آخر القداس بيقول له يا ملاك الذبيحة الصاعد إلى العلو اذكرنا أمام الرب. وبيرش مية في الوقت ده. قول له يا ملاك الذبيحة اوعى تنسى الطلبات اللي طلبتها طول القداس وصلها لربنا وجيب الرد على طول. فملاك الذبيحة يقول لك هو ساعي البريد السريع جدا اللي بيجيب الاستجابة على طول. حضور القداسات باستمرار بركة كبيرة لحياتنا. دايما صلوا في القداسات واطلبوا اللي انتوا عايزينه وربنا يستجيب لطلباتكم ببركة شفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم. واذكروني دايما في صلواتكم. وأشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة.